بكم يا أصدقائي في برنامج كاتب وكتاب مع الدكتور إبراهيم حنفي. أهلا بكم يا أصدقائي، أهلا بكم في كل مكان، أهلا بكم وحكاوي جديدة وحكايات جديدة مع برنامج كاتب وكتاب. نحكي لكم النهاردة عن كتاب جميل، هنشوف وندخل جوه السراديب كده وننتشر ونشوف الحاجات بتاع الكتاب. قبل ما نتكلم هنشوف الأطفال بتاعتنا اسمهم إيه ونتعرف عليهم. أنا اسمي جودي إسلام محمد. اسمي موسى محمد. رودي محمد. جاهزين تدخلوا معانا الحكايات الجدة وسر الغرفة المغلقة؟ الكتاب ده بيحكي عن الجدة وسر الغرفة المغلقة. يا ترى ايه في الغرفة؟ نتوقع ايه في الغرفة المغلقة؟ كل ما تدخل الجدة تقفل وراها، تطلع من الغرفة تقفل وراها، والأطفال عايزين يعرفوا ايه هي. عندهم دي الجدة اسمها توحة، ولها صاحبتها اسمها لمياء الباسل، وبعدين جوزها كان يعني برضو راجل عسكري. فهنشوف بيعملوا ايه في الغرفة دي كلها، ولها أصدقاء كتير جدا، كل واحد بيجيب حاجة يدخلها في الغرفة، بس هي خايفة من الأطفال يفتحوا الغرفة ويقفلوها. فقالوا لها امتى ندخل الغرفة؟ قالت لهم لما الشمس تغيب، شرط أساسي الشمس تغيب ندخل الغرفة. طب ما فيش نور جوه؟ كل واحد يمسك الموبايل ويولع يشوف الموبايل، يشوف الدنيا فيها ايه. قالت لهم تعالوا ادخلوا معايا واحدة 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 واحدة. يا ترى الغرفة فيها ايه؟ يا ترى فيها ايه؟ فيها ايه؟ ممكن كنز مثلا؟ ممكن كنز، ممكن أمانات، فلوس. كل ده متوقع جدا، برافو عليكم. يعني ممكن كنز، ممكن أمانات، ممكن هدايا. الهدايا دي للأطفال كانوا صغيرين، كان الجد كامل مصطفى البيومي بيجيب الحاجات ويحطها في الغرفة. وبعدين شافوا الأطفال أول ما دخلوا سمعوا أصوات كتيرة جدا، أصوات 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 أصوات، انزعجوا، حد بيبكي وحد يعيط، حد بيبكي، مش شايفين قدامهم مين دول. فقلت لهم طيب حط ايدكم على الزرار ده، حط ايده على الزرار دول، أطاري الأصوات دي بتاعتهم وهم صغيرين. قلت لهم دي ذكرياتنا، لازم نحافظ على الإيه؟ على الذكريات بتاعتنا. طبعا المحافظة على الذكريات بتاعتهم، شافوا لوحة كبيرة جدا جدا مكتوب عليها لوحة الوطن، لازم نحافظ على الإيه؟ على الوطن. شافت جنود وشافت ناس، احنا بنحفظ ذاكرة الإيه؟ الوطن. قالوا طيب ممكن نلمس اللوحة دي؟ لمسوا اللوحة، دخلوا جوه اللوحة، بقوا مع العساكر وبقوا مع الضباط، وبقى مع واحد ينشد للوطن. يعني لو ننشد للوطن نقول ايه يا موسى؟ أتظن أنك عندما حرقتني ورقصت كالشيطان فوق رفاتي وتركتني للذاريات تضرني كحلا لعين الشمس في الفلوات، أتظن أنك قد طمست هويتي ومحوت تاريخي ومعتقداتي عبثا تحاول لا فناء لثائر. أنا كالقيامة ذات يوم آتي، أنا مثل عيسى عائد وبقوتي من كل عاصفة ألم شتاتي. سأعود أقدم عاش متمرد، سأعود أعظم ثوراتي، سأعود بالتوراة والإنجيل والقرآن والتسبيح والصلوات، سأعود بالأديان دينا واحدا خالي من الأحقاد والنعرات، رجل من الأخدود، ما من عودتي بد، أنا كل الزمان ياتي.
القصة كمان فيها حكاية اسمها رغيف من ذهب، وحكاية الفلاح الفصيح، مش كده؟ وحكايات كثيرة جدا جدا عن الفراعنة أو أجدادنا المصريين جوه الحكاية إن الأطفال سمعوا باب تاني بيخبط عليه أشياء فخافوا وارتعبوا. قالوا إيه؟ قلت لهم ما تخافوش، أنتوا اتفقتوا عليا، ما تخافوش من أي حاجة تانية خالص. نزلوا تحت في سراديب أخرى، لقوا ذكريات وكنز من الصور الجميلة والأشياء اللي هي ذكريات الجدة محتفظة بيها. فواحد قال يعني طمعان في كنز، أمال فين الكنز يا تيتا؟ قالت له الكنز هقول لك في آخر الحلقة أو في آخر الحكاية. فضلوا نازلين تحت إلى باب سرداب يودي على النيل، لقوا صياد مستنيهم، وأتاري اللي بيخبط ده شوية قطط وشوية كلاب الجدة كانت متعودة توكلهم. فدخلوا على الصياد وقال لهم ده أنا مستنيكم عشان عارف اليوم ده إن انتوا ممكن تفتحوا الغرفة المغلقة، اركبوا معايا تعال أحكي لكم حكاية الفلاح الفصيح. حكاية الفلاح الفصيح كان عنده تجارة، وكان في واحد في القرية عاوز ياخد هذه التجارة، فقال له هات التجارة، قال له لا مش هتاخدها. فعمل له حيلة كده، هو ماشي بالحمار بتاعه داس على أشياء ملك عمدة البلد، فقال له خلاص انت اللي جبته لنفسك، تعال روح للحاكم وهو يفصل بيننا بقى. فالفلاح الفصيح قال له طيب ما انا هقول له انا ظلمت. قال له لو تعرف تقول. فضل يقول له يا سيادة القاضي يا عمدة هذا الزمان والمكان إليك بشكوتي، وقعد يتكلم باللغة العربية الفصحى. فطبعا القاضي وعمدة البلد يعني قال له من أين لك هذه الفصاحة؟ قال له والله أنا من الفيوم، وبلد اسمها غيط الملح، واحنا علمتنا البلد دي ان احنا نكون فصحاء جدا جدا. قال له طب خلاص، طب انت عشان الفصاحة بتاعتك دي هدي لك الارض بتاعتك وادي لك تجارتك تاني. الجدة قالت لهم طب استفدتوا من ايه؟ استفدتوا ايه؟ قال له استفدنا ان احنا نقف على حقنا وناخد الحق بلباقة، مش كده ولا ايه؟ ما ناخدش بعصبية، نبعد عن العصبية الموجودة في حياتنا. قال لهم طيب أنا أحكي لكم على حكاية تانية. إيه الحكاية التانية؟ حكاية رغيف الذهب. إيه رغيف الذهب؟ كنز اسمه كده. كنز في ذهب، جزء من أملاكه. جزء بس عيش ذهب؟ لا. تعال نحكي الحكاية عيش الذهب. عيش الذهب كان في واحد بيشتغل عند ملك، والملك والراجل ده غاب عن بيته كتير جدا جدا، يعني 3 سنين. وبعدين حب يزور أهله، فقالوا له يا جلالة، قال له يا جلالة الملك أنا عايز أزور أهلي. قال له طيب خد مني 3 نصايح. أولا خد الرغيف ده، وبعدين الطريق اللي أنت جاي منه ترجع منه ما تغيروش. تاني حاجة تاكل قليلا وتفكر كثيرا. فقال له خلاص، قال له ال3 نصايح دي وانت ماشي. فهو ماشي لقي جماعة من الناس بيقولوا انت رايح فين؟ قال له رايح البلد اللي هناك دي. قال له تعال نغير الكلام. غيروا الكلام وغيروا الطريق. قال له لا مش هغير الطريق، انا همشي من الطريق اللي انا جيت فيه متعود عليه. فجأة هو ماشي لقي لصوص طلعوا على الناس اللي قالوا له تعال نمشي من الطريق ده، فقالوا له الحمد لله ان انا مشيت في الطريق بتاعي ما غيرتوش. ادي اول نصيحة. تاني نصيحة حب يجوع، خبط على بيت كده، وكان اللي بيخبط على البيت ده الراجل صاحب البيت بيسم اللي بيخبط عليه. فشاف الاكل كده شكله غريب ومريب وفظيع، فقال له انا هاكل بسيط كده عشان اكون جعان وبعد كده امشي.
فقال له الراجل ما اكلتش ليه؟ قال له والله اكلت. قال له طب كويس ان ما سالتش، لو سالت كنت قتلتك. راح البيت لقي زوجته واقفه مع اخوها، وبعدين قال له فكر كويس ده اخوها. ففكر ايه، والولد بتقول لاخوها جوزي الله يستره بقاله 3 سنين عمره ما بخل عليا بشيء، جوزي اطيب الناس، هو كان قاعد سامع. ففرح من السعاده. فالملك قال له قبل كده لما تكون سعيد اقسم الرغيف نصين. فحب مراته وحب اولاده وفرح جدا بالحكايه، وقسم الرغيف الخبز. لقي جوه الخبز ايه؟ ذهب. خد الذهب وبقى اصبح غني جدا جدا، اشتغل بالتجاره الجميله. طبعا كتبوا على الغرفه دي كلها الاصدقاء اللي عملوها، قالوا ان دي المدينه الفاضله، يوتوبيا. عارفه يعني ايه يوتوبيا؟ المدينة الفاضلة مدينة ما فيهاش كذب، مدينة فيها ما فيهاش تلوث، الهواء فيها نقي، فيها كل حاجة حلوة، فيها كل حاجة أي بني آدم يتمناها. فيها ايه تاني؟ ايوه زي ما رودي قالت، مدينه ليس بها ما فيهاش تلوث ونظيفه. انت لو عشتي في هذه المدينه الفاضله هتعملي ايه؟ هستثمر وقتي. تستثمر وقتك. وانت يا موسى؟ هستثمر وقتي برضو وأحاول أشتغل في مهنة نظيفة في مهنه نظيفه، مش كده؟ وأشياء كثيرة جيدة. وعايز تعمل فيها طاقه نظيفه. زي ايه؟ اللي هي الطاقة البديلة، الطاقة الشمسية ممكن أستفيد بيها. يعني مثلا لو الكهرباء قطعت ومفيش كهرباء دلوقتي، أنا ممكن أجيب ألواح شمسية. الألواح الشمسية دي أستفيد من الشمس. إحنا مثلا هنا في مصر الشمس عندنا كتير، يعني شمس كتير. الشمس بتبقى قوية قوي، نستغلها ونعمل منها طاقة. أنا فرحت بكم جدا. تعالوا نطلع من الغرفة المغلقة ونشكر كل جدة وكل أم تحكي لنا الحكايات. جائزة الدولة للمبدع الصغير تخصص الجائزة للمبدعين من الأطفال والنشء من سن 5 إلى 18 سنة. تقدم الجائزة في مجالات القصة، الشعر، التأليف المسرحي، الرسم، العزف والغناء، التطبيقات والمواقع الإلكترونية، الابتكارات العلمية. آخر موعد لاستلام الأعمال يوم 31/12/2023. تقدر ترسل عملك من خلال موقع الجائزة ckb.eg. خلص كده حلقتنا بالبرنامج كاتب وكتاب، يا رب تكونوا استفدتوا.